السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هننفذ مع بعض ايد شنطة كروشيه. هنستخدم فيها خيط القطان ده اللي انا عاملة منه نفس نوع الشنطة، وهنستخدم فيها حلقتين معانا بالشكل ده، وهنستخدم إبرة الكروشيه. هنقطع من الخيط بتاعنا ده خيط بطول 3 متر، فتلتين اتنين زي بعض بالظبط، الاتنين طولهم 3 متر. هنجيب الخيط معانا بالشكل ده. طبعا 3 متر دي الايد بتاعتي مش طويلة قوي، هي تعتبر قصيرة، فانت لو حابة تعمليها طويلة مفيش مشكلة. لكن انا شايفة ان الموديل بتاع الايد اللي انا هنفذه بيبقى احسن في الايد القصيرة. فهنبتدي مع بعض نجيب الخيط بالشكل ده. هما طبعا منفصلين عن بعض اهوت الجزئين. هنجيب الخيط بالشكل ده وهنتنيه كده، هنجيب حلقة منهم كده، وهندخل بالإبرة هنا، وهنلف على الإبرة وهنشد ونخرج من الحلقة اللي احنا عملناها. وبنشد الخيط بتاعنا عشان نأكد على انها ما تفكش مننا واحنا بنشتغل. طبعا الباقي ده هناخده معانا واحنا بنشتغل عشان نداريه. بنخلي فتلة يم تحت بالشكل ده، والتانية معانا على صابعنا، بنلف على الإبرة، وبعد كده بنلف الفتلة التانية اللي فوق وبناخد على الإبرة وبننزل. بعد كده بنلف على الإبرة بالشكل ده، وبنلف على الإبرة الفتلة التانية وبنخرج منهم بالشكل ده. بنجيب الفتلة دايما معانا واحدة يمت فوق بالشكل ده، والتانية معانا يمت تحت. بنجيب اللي تحت بنلفها على الإبرة بالشكل ده. بعد كده بنجيب اللي فوق وبنلفها عكس التانية بالظبط، وبنلف بالشكل ده وبنخرج منه تاني. بنجيب الإبرة الفتلة دي اللي تحت بنلفها بالشكل ده، والفتلة اللي فوق بنلفها بالشكل ده عكس بعض بالظبط، وبعد كده بنخرج منهم هما الاتنين مع بعض تاني. بنلف الفتلة اللي تحت بالشكل ده والفتلة اللي فوق بالشكل ده، وبعد كده بنلف وبنخرج منهم هما الاتنين. بنلف بالشكل ده وبنلف الإبرة بالشكل ده وبنخرج منهم هما الاتنين. يبقى الفتلة اللي تحت بتلف معانا بالشكل ده، والفتلة اللي فوق بتلف عكسها بالشكل ده. بعد كده بنخرج من الحلقتين. طبعا الشكل بدأ يوضح معانا. بكمل الطول اللي انا محتاجاه، وبعد كده بنرجع نكمل مع بعض. كده انا خلصت طول الايد اللي انا محتاجاه معايا بالشكل ده. بعد كده هجيب الحلقة التانية وهدخل الابرة معايا بالشكل ده، وهبتدي اشد الخيط اللي باقي عشان اثبت الحلقة فيه. وبشد كويس. بعد كده باخد حلقة تثبيت معايا بالشكل ده. بعد كده بشد الخيط معايا بالشكل ده، وببتدي ان انا اثبته هنا في قلب الخيط. ولكن انا محتاجة ان انا اكمل بقية الايد، هديها شكل تاني. فهقص الجزء ده من هنا كده لان ده انا مش محتاجاه، وهبتدي اداري معايا الخيط بالشكل ده كده. هبتدي الف معايا بالشكل ده. لحد نهاية الايد بتاعتي ببتدي اخلص معايا بالشكل ده. بلف الخيط
بالشكل ده كده لحد نهاية الايد. كده انا خلصت الايد معايا بالشكل ده، لفيت عليها الخيط كلها. بعد كده انا جبت سلسلة معايا بالشكل ده، وجبت ابرة تنظيف وحطيت فيها خيط من نفس نوع الخيط اللي انا بشتغل بيه. بعد كده هجيب السلسلة دي وهبتدي ان انا اثبتها. طبعا انا ثبتت الخيط معايا اهوت في الايد، وهدخل الابرة بالشكل ده، وبعدين هلفها، اعدل الخيط كده والفها بالشكل ده، وبعد كده هدخلها في السلسلة اللي بعدها كده، وبشد كويس. بعد كده بلف الخيط من تحت وبدخل في السلسلة اللي بعدها كده. بعد كده بلف الخيط من تحت وبدخل في السلسلة اللي بعدها. بالشكل ده كده، وبمشي لحد طول الايد كلها لحد ما تخلص معايا والسلسلة تتثبت